دع المقادير تجري في أعنتها، ولا تبيتن إلا خالي البال. ما بين ومضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. وكن مع الناس كالميزان معتدلا، ولا تقولن ذا عمي وذا خالي، فالعم من أنت مغمورا بنعمته، والخال من كنت من أضراره خالي. لا يقطع الرأس إلا من يركبه، ولا ترد المنايا كثرة المال. أمة الحبيب محمد، الحجاج حكم على 3 من الشبان بالإعدام، فدخل السجان عليهم في يوم إعدامهم وقال لهم: ماذا تريدون؟ ماذا تطلبون؟ وكل واحد منهم أدلى بدلوه. الثالث قال: أريد طعاما، أريد شرابا. فضحك السجان قال: طعام وشراب وأنت في هذه الحالة؟ فأمسك الشاب بقش من الأرض قال: يا عم، إذا تركت هذه القشة من بين أصبعي كم تحتاج من الوقت حتى تصل إلى الأرض؟ قال: لحظات. قال: في هذه اللحظات لله 1000 حاجة يقضيها. قال: أرني ذلك. فترك الشاب القشة، فنادى مناد في الباب: مات الحجاج، مات الحجاج. أمة الحبيب محمد، مرت بلادنا بظلم عظيم واستبداد جسيم. نسأل الله عز وجل ألا يبدل ظلمنا بظلم. ما رأيتموه في السجون؟ حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. أذكركم يا أمة الحبيب محمد في هذا اليوم المبارك أن الفضل كله بيد الله، كله بيد الله، فالملك ملكه والأمر أمره. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. كما أذكركم يا إخواني بقول الله سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وأذكركم بقوله: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. قال صلى الله عليه وسلم: لا تبدلوا الظلم بالظلم، لا تبدلوا الشر بالشر، بدلوا الشر بالخير. وإياكم من الفتن، إن الله عز وجل يهلك الأمم إذا تفشى فيها الظلم وإن كانت مؤمنة ومسلمة. الظلم ظلمات. قال ربي جل جلاله في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. إياكم من أبواق الفتن، من ضعاف النفوس، من الذين يدبرون ويريدون التدمير للمسلمين. إياكم يا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أذكركم
أننا نخرج من نار الظلم إلى فسحة النور، إلى فسحة السماح. النبي صلى الله عليه وسلم حينما دخل مكة بعد 8 أعوام من القتال قال لقريش حينما وقعوا أسارى في يده: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. فقال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. وعفى النبي صلى الله عليه وسلم عن وحشي وعن هند اللذان قتلا حمزة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم يا أمة الحبيب، إياكم والفتن، إياكم والظلم. بدلوا الشر بالخير، بدلوا الظلم بالسماح والمعروف. إياكم والتناحر، إياكم والتبادل بالشتائم والكلام البذيء، فنحن أمة قائدها محمد وليست النفس ولا الهوى ولا الشيطان. نحن أمة كلما اقتدينا برسول الله صلى الله عليه وسلم كنا سادة الدنيا وقادة العالم. نعم يا أمة الحبيب، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أمنه رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. وإن كان المقتول كافرا. برئ النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. الله بقول الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. قال صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وإياكم من ضعاف النفوس الذين يسارعون إلى سرقة الممتلكات، فهذه ممتلكات ملك لجميع الناس ليست ملكا لأحد. إياكم يا أمة الحبيب محمد. الله ببلدكم، الله بإخوانكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم الفضل علينا وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. أقول قولي هذا وأستغفر الله.